السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معاكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما ابتدي الفيديو يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب الشغل فيها يعجبكم. شقة عروستنا النهارده في الوكالة تبع محافظة الدقهلية. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من بداية شقة عروستنا كده نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يسعدهم يا رب ويهنيهم. هنا النيش كان في بداية الشقة كده بسم الله ما شاء الله، وفي المقابل كده السفرة والبوفيه. اللهم بارك. السجاد كان موحد كده زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. الأذواق كانت جميلة والشقة اللهم بارك، والعروسة قمر، والعريس ربنا يبارك فيه يا رب ويصلح حاله، وكل اللي كانوا معانا في الشقة كانوا ذوق ربنا يبارك لهم. هنا حطينا لها النتيجة والشمعدان كده والزرعة الخضرا دي على البوفيه والطقم بتاع السفرة. هنا كان معانا الأنتريه بتاعها مكون من كنبة واتنين كرسي فوتيه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده كان شكل الدلات اللي كانت في الصالة. اللهم بارك كانت جميلة ما شاء الله اللهم بارك. حطينا لها الفازة وطبق الفاكهة كده على السفرة مع الرنر. هنا بقى النيش. تعالوا نشوف كده النيش محتوياته ايه مع بعض. الباب اللي كان جنب النيش ده باب الركنة، هنرجع لها في آخر الفيديو عشان هما كانوا جوه في الأوضة كلهم. هنا بسم الله ما شاء الله عملت لها الرف الأول كده كله كاسات، اتنين طقم قارورة وكاسات ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. وحطيت لها على الجنبين طقم كاسات وفي النص طقم كاسات تاني، فصلت بيه كده زي ما حضراتكم شايفين اللهم بارك. هنا عملت لها الطقم الصيني بتاعها ما شاء الله بالرصة دي، وعملت لها من تحت بقى طقم أكروبال، وتحت خالص كان طقم أكروبايركس ما شاء الله اللهم بارك. تحسوا ان احنا يعني ايه درجنا الألوان كده الأفتح فالأفتح ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. للأسف أنا مش عارفة ازاي ما صورتش البوفيه، ومش فاكرة والله بصراحة كان فيه ايه، بس أكيد كان شنطة المعالق وطقم تاني أو حاجة. اللهم بارك ربنا يسعدها يا رب. هنا الغرفة بقى اللي جنب النيش على طول كانت غرفة كده فيها سرير أطفال وتسريحة بس. حطينا لها كده المكنسة في جنب، بس بعمل لكم الإضاءة اللي هي الهادية دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فرشنا لها المفرش السوفت كده زي ما حضراتكم شايفين، والسجاد كده لايق مع الستار ومع العفش. الغرفة التانية بقى اللي جنبها كان فيها السرير التاني والدولاب والكومود ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نفس الستاير ونفس السجاد. هنا بقى الكومود جنب السرير والدولاب في المقابل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا نشوف بقى احنا عملنا لها ايه في الدولاب. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها، وعقبال ما نعمل لاختها يا رب اللهم امين. ما شاء الله شكل كده الدلاية والسقف. حطيت لها بقى في الضلفة الأولى زي ما حضراتكم شايفين كده الملايات من فوق، وعملت لها الفوط بقى والدفايات بتاعت السرير والبطاطين الأطفال وكوفرتات أطفال برضو من تحت، وعملت لها رفين فوط كده زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. الضرفة التانية بقى عملت لها المفارش القطيفة كده من فوق، كان نفس اللون الكبير والأطفال، عملتهم كده في رف واحد. ومن تحت بقى عملت لها الحفا والبطاطين الكبيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. قولوا رأيكم في رصتي في الدولاب. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، تقولوا لي كومنت حلو كده يكبر بخاطري. ربنا يسعدها يا رب يهنيها. كده بقى هنخرج من الغرف. كان بس قطعة من الطابلو كانت وقعت، فكانوا لسه بقى هيجيبوا لها اللزق يلزقوه. حطيته كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السترة دي بقى بتدخلنا على المطبخ وغرفة النوم الماستر والمطبخ والحمام. تعالوا نشوف الغرفة الكبيرة بسم الله ما شاء الله. كانت التسريحة ناقصها الضلفة دي تتركب اللي هي فيها الشنط دي، وكانوا بقية الميك اب ما جاش، يعني كانت حاجات بسيطة كده حطيتها والباقي بقى هم هيكملوه.
ده شكل كده الدلاية والجبسن بورد. ده كان شكل السرير. بسم الله ما شاء الله. برضو فرشنا لها المفرش السفل. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. دي الضلفة اللي بقولكوا عليها، كانت مستنيين النجار يركبها، كانت وقعت يعني. وزعنا لها بقى الحاجة اللي جت وبعض الشنط. تعالوا نشوف بقى الدولاب بتاع عروستنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عملت لها شتوي كده من فوق ما شاء الله، والصيفي بقى في الرفوف دي. وده اللبس الخروج بتاعها. حطيت لها السليبرات بتاعتها تحت اللبس كده، عشان ما كانش معانا جزمة، كانت برضو لسه هتيجي. فوزعت لها بقى وهم يبقوا ينقلوها لما تيجي. هنا بقى الضرفة دي لبس الخروج بتاعها الشتوي، ولبس العريس. العريس بتاعنا كان إمام مسجد ما شاء الله، اللهم بارك. ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. حطيت لها من فوق مفروشات الملايات بتاعت السرير الكبير، وبعض الفوط لاستعمالها وكوفرتات ما شاء الله، اللهم بارك. ادعوا لهم دعوة حلوة من القلب بقى في الكومنتات، فرحوهم. وادعوا لكل عرايسنا ربنا يسعدهم يا رب ويهنيهم. وحط لها كوتشيات في اللي هو البف بتاع التسريحة ده ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف المطبخ والحمام مع بعض. دي كانت طرقة كده توصلنا اليوم ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. المطبخ برضه كانت مساحته جميلة، كان في ترابيزة في المنتصف كده ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وكان في المقابل بقى نيش المطبخ والتلاجة والديب فريزر. نظرة عامة كده على المطبخ ما شاء الله. هدينا لها برضه الدنيا على الرخامة. الليد بينقل المطبخ في حتة تانية خالص ما شاء الله. هنا بقى النيش عملت لها بقى شوبات، طقم شربات، طقم قارورة، المجات والكوبايات الشاي والقهوة والكاسات، زي ما حضراتكم شايفين كده التوزيعة. الضرفة اللي فوق دي برضو كانت مضيئة. حطيت لها فيها بقى بما إنها عالية عليها وبعيد، حطيت لها كل حاجات الرحلات، الكولمن والترمس وحوافظ الطعام وترمس تاني بشكل حلو برضو كده. هنا ما شاء الله الضرفة دي عملتها للأجهزة زي ما حضراتكم شايفين كده، من تحت الحاجات اللي هي بتستعملها يومي، ومن فوق باقي الأجهزة. الضرفة دي عملتها صواني التقديم، واللي تحتها كانت للمقشات. وزعنا لها الزرعات الخضرا دي في الأرفف دي. هنا بقى حطيت لها علب التلاجة والعلب البلاستيك. وهنا أطباق الغسيل وكل البلاستيكات بتاعتها يعني جمعتها لها هنا. بسم الله ما شاء الله. كانت الزاوية عميقة لجوه. هنا حطيت لها الطواجن الفخار، ومن تحت الطواجن البايركس، وطقم صواني بايركس كده اللي جوه في الخلفية. بسم الله ما شاء الله. حطيت لها هنا بقى طقم سيراميك، يعني مش هتستعمله فرفعته لها فوق كده ما شاء الله. حط لها طقم توزيع الستيل هنا والكولمن. وهنا الرشاقة اللي هي البلاستيك دي حطيت لها فيها بعض الأطباق الميلامين، وباقي الطقم الميلامين فوق زي ما حضراتكم شايفين كده. وعملت لها الرف ده للخزين، هما كانوا عبوا الخزين يعني. الرشاقة بقى حطيت لها طقم أكروبال، طقم عشا وشاي بقى ومية وقهوة ما شاء الله. الضرفة دي عملتها لباقي الكوبايات بتاعتها، المجات والكوبايات المية. ومن تحت بقى طقم جيلي وبعض الكوبايات. تحت الحوض كان البلاستيكات الكبيرة. هنا بقى أول درج بقى حطينا لها فيه عملنا لي التوابل كده. كان فيه منظم كده، درج سحري يعني جوه. حطينا لها فيه المعالق والسباتيولات والكلام ده. ومن تحت بقى عملت باقي الرفايع بتاعتها
بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده، اللهم بارك. ربنا يسعدها يا رب. عملت لها الدرج ده بقى للفوط والسبونشات وأدوات التنظيف. هنا بقى الزاوية دي حاطط لها فيها كل حلل الستيل واللبانة وبرادات وطقم كنك، وهنا برضو الألمونيوم، طقم حلل ألمونيوم وبعض الصواني والمقالي الألمونيوم. جمعت لها كده علشان الرفوف كانت واسعة، جمعت لها كل حاجة ألمونيوم وكل حاجة ستيل. هنا الضرفة دي عملتها لها للمقالي وللصواني، وهنا الضرفة دي بقى عملتها لها هنا طقم حلل ستيل وتحت طقم جرانيت، طقم تيفال وطقم جرانيت، آسفة، طقم التيفال اللي فوق ده والطقم الجرانيت من تحت. وزعت لها كده المجات زي ما حضراتكم شايفين والكتل، وهنا كان طقم توزيع. ده الحمام بتاعها كان برضو اللهم بارك مساحته حلوة، الحوض والتويلت والبانيو وكان معاها الغسالة. وزعت لها بقى الشامبوهات والشاور بتاعها كده على البانيو، ومن فوق الضرفة بقى عملت لها المسحوق بتاعها بقى والصابون والمنظفات ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنا الغسالة كانوا جايبين لها كفر غسالة فوق. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها وتدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة. هنا بقى احنا خلصنا الشقة، هنروح على غرفة الركنة. زي ما قلت لحضراتكم هما كانوا كلهم في الغرفة، خرجتهم بقى واوريكم الغرفة. كانت اللهم بارك مساحتها حلوة، كانت ركنة ما شاء الله لا قوة الا بالله، باللون الكافي كده. دي شكل النجفة بتاعتها ما شاء الله. كان بس ناقصها الترابيزة بتاعتها، حط لها الحاجة اللي كانت هتتحط على الترابيزة في جنب كده. كانوا عاملين ما شاء الله بنيهات، وعاملين لها ورق حائط كده فيها ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها وتدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة. يعني كانت الشاشة معلقة كده في المقابل، حطينا لها الزرعة الخضرا دي. وهنا بقى زي ما بقول لحضراتكم شيلت الكحك وبونبونيرة وطفاية والمفرش بتاع الترابيزة، حطيناها في جنب كده لحد ما الترابيزة تيجي. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد وشقة عروسة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.